سلام البنات، هنا راح نديروا وصفه اخرى اللي هي لي كروكات تاع الكروفات. هنا عندي واحد حوالي 200 غرام تاع كروكات تاع الكروفات بيضه، هذيك الصغيره البيضه نقيتها بيا من داك القشور تاعها وكامل، شللتها وخليتها قدرت. وهنايا نديرها في الروبو ونرحيها. هذه الكميه يعني 200 غرام 150 200 غرام راح تخرج لكم حبات يعني فوق 10 حبات. فوالا بعد ما رحيتها هايليك، فوالا شوفوا كيفاش ولات هي طريه، يعني نرحيها قبل ما نطيبها. بالنسبه للمقادير هنا نستعملهم معها. عندي هنايا نص حبه تاع بصل كنت كيف رحيتها في الروبو. توابل راح نستعمل الملح، فلفل الكحل والكمون. وعندي مغرف كبيره تاع مرقارين، ومن بعد وثانيك عندي مغرف كبيره بومبي تاع الفارينه. عندي حوالي 50 غرام تاع كريمه الطبخ لا كريم فريش. وعندي ثاني نستعمل جبن ابيض، نستعمل لنا هذيك الجبن تاع الجبن الواليد بلوتو اسمه، هذا بنين بزاف فيقو هايل. واش ندير في المقله شويه تاع الزيت، نخليها تسخن، بعد ندير عليها هذيك البصل يتقلى بيا، ونحط عليها هذيك الكروفات، ومن بعد ندير عليها التوابل. هنا كما نعرفوا باللي الكروفات تم يدخلها طياب، يعني تم حطيب لكم بعد كلكي مينوت خلاص. فوالا هكذا نقليها بيان مع هذوك البصل مع لي زيبيس كي يدخلوا لها بيان هذوك التوابل. في الاخر هنايا زدت عليها هذيك، شوفوا الا شفتوا الكروفات تاعكم فيها مزيته ما تزيدولهاش الزبده، سينو زيدوا لها هذيك مغرف كبيره نتاع الزبده. ومن بعد زدت عليها ثاني مغرف كبيره نتاع الفارينه، خلطتها بيان، دخلتها بيان في الكروفات. وفي الاخر زدت عليها هذيك لا كريم فريش. هنايا علاش زدت لها الفارينه لا كريم فريش؟ راح تجيكم يعني هذيك الكريمه حطيب لكم ديريكت مع الكروفات، وراح تلقى لكم يعني تم تعقد بالفارينه هذيك، يعني تحصلوا على عقده. شوفوا كيفاش تولي عقده. ومن بعد زدت لها هذاك الجبن ابيض في الاخر، خلطتها بيان وخليتها بردت لي، غطيتها كيما راكم تشوفوا بابي فيلم، درتها في الفريجيدار حتى شدت روحها. هذيك العقده تاع لا كريم فريش والفارينه راح يعني تخليها جوغ تولي اون بات، يعني راح تشد روحها وراح تشكلوها من بعد بكل سهوله. بيان سور راح تطلق لكم. شوفوا انا طلقت لي شويه هذاك الدهان، هذيك المارغرين اللي درتها من بعد. فوالا هذه هي. جيت هنايا بعد ما بردت لي، رحت هنايا جيت نشكلها دي بول. هنايا درتهم 35 غرام، يعني هنا البول تكون بيان متوسطه، يعني ماشي صغيره. تشكلوها هكذا. والداخل درت لها هنايا فرomاج شيدار الداخل، درتو ديكوب صغار. تحبوا ترابوه وديروه الداخل، تحبوا تستعملوا موزاريلا. هنايا الجبن تستعملوا نوعيه شابه باش تجيكم بنينه. ديجا هي تحبوا حتى ديروهم هكا ديبول بلا ما ديروهم فرماج، يعني اللي يحبوا يحتفظوا يخلوا هذاك الكوب برك تاع الكرافات يفيتي وما يديروش الفرماج. سينو تحبوا تزيدوا لها هكذا الجبن كيما حبيتوا. فوالا انا درتو هكذا وغلقت عليه، ماكم تشوفوا نغلقها بيان. وانا بعد ما شكلتهم هكا ديبول كيف زدت خليتهم ثاني في الفريجيدار في الكونجيلاتو، خليتهم بيان شدوا روحهم. من بعد باش بانيتهم، يعني من بعد باش راح ترمتهم في الفانينه البيض ولا شابليو بعد ما بردوا لي بيان. سمحوا لي برك في هذه الوصفه كاين الفيديوهات يعني ولا راحوا لي قصار وراحوا لي. شوفوا هم ليك، شوفوا الكروكات بعد ما خليتهم بردوا لي جيت كنت كومبانيتهم فارينه ومن بعد زدت لهم البيض ومن بعد لا شابلي. غادي طريقه سهله كيف وزدت خليتهم بردوا ثاني واحد 15 مينوت في الكونجيلاتور ومن بعد قليتهم. هذه هي. ومن بعد بالنسبه للقاعده التحتانيه انا درت بان دومي قطعته كيف بالقطاعه بسرسو صغير يكون شويه كبير على الكروكات. ومن بعد رمته كيف بانيتو درتو في الفارينه بيض ولا شابلي وقليتهم، ومن بعد لصقتهم بالكروكات وتشوفوا الشكل النهائي تاعو. الفيديو راح لي بصح وشنو طريقه سهله. هذاك باندومي قليته ومن بعد درت شويه فروماج من الفوقه ولصقت الحبات على الكروكات تاعي، ومن الفوقه في اون بوش درت كيف فرماج وزينت من الفوقه. طريقه سهله تحصلوا على نتيجه هايله، والبنه ما نحكي لكمش هايله.